أول هاكر تحت سن القانوني انشهر في عام 2000، أعتقد أنك سمعت عنه، وهو جوناثان جيس. بصراحة ما بعرف نطقت اسمه بالصحيح أو لا. أمريكي من صغره وهو يحب عالم الهاكر، دائما كان يشاهد أفلام وكان يدرس عنه كثيرا. بالطبع مثل أي هاكر ما عنده علاقة مع الناس، حياته باختصار حاسوب. في عام 1999 بعد ما أخذ الخبرة كان عمره تقريبا 15 سنة، بدأ يدخل إلى أنظمة الحكومة، ولكن هاكر أخلاقي. وإذا ما بتعرف الهاكر الأخلاقي ادخل القناة شرحت عنه في فيديو. كان عنده خبرة في مجال الكمبيوتر وكأنه شاب كبير. تخيل، تمكن من اختراق وزارة الدفاع الأمريكية وناسا والكثير من الشركات الأخرى. اخترق حاسوب وزير الدفاع، وبالطبع كان فيه الكثير من الأسرار والمعلومات. ودخل أيضا على أحد المسؤولين ووجد معلومات حساسة، ولكن كما نعرف غلطة صغيرة تساوي حياته. ما أستطيع أن أتعمق أكثر لأن معلومات معقدة، ولكن باختصار بعد 6 أشهر من البحث مكنت ال FBI من تحديد. كانت في ذلك الوقت قضية مشهورة كثيرا، خاصة تتعلق بشاب في سن 16 سنة. تخيل، أحكموا عليه ب6 أشهر سجن